اهلا بيكم في حلقه جديده. وحلقتنا النهارده حلقه مختلفه عشان هنتكلم عن نادي من اهم الانديه الموجوده في مصر، وهو نادي الاسماعيلي، واللي ما تقلش اهميته عن النادي الاهلي ونادي الزمالك. وحبيت اعرف الاجيال الجديده تاريخ النادي وانجازاته اللي ما شافوهاش، ويمكن كمان ما سمعوش عنها حاجه. وهنتناقش في موضوع الناس بتنكر حقيقته، الا وهو هل الاسماعيلي عمود من الاعمده الرئيسيه في الكره المصريه ولا لا. حط اللايك الجميل بتاعك وتشترك في القناه لو انت مهتم بالمحتوى اللي بقدمه، وترجع لي تاني عشان نحكي قصه واحد من اعرق الانديه الموجوده في مصر. الإسماعيلي بطل العربي 2004، لكن هناك مجد آخر فتح الأمجاد لكل العرب على صعيد قارة إفريقيا، على كل أبطال العرب في إفريقيا أن لا ينسوا فضل الإسماعيلي. للإسماعيلي فضل على كل عرب إفريقيا، كيف لا؟ كيف لا؟ وهو أول بطل عربي متوج ببطولة أبطال الدوري في قارة إفريقيا في عام 1962. نادي الاسماعيلي تأسس عام 1924، وبدأ الاسماعيلي رحلة البحث عن أول ألقابه. وفي عام 1967 قدر الاسماعيلي يفوز بأول لقب محلي في تاريخه لما فاز بالدوري المصري على حساب النادي الأهلي بفارق 4 نقاط. وكان ساعتها الاسماعيلي معاه واحد من أفضل الأجيال اللي مروا على النادي، وكان أبرزهم الكابتن علي أبو جريشة وسيد عبد الرازق بازوكا وميمي شعبان وميمي درويش. وبعديها بسنتين بس قدر الاسماعيلي في عام 1969 يفوز بلقب البطولة الأفريقية للأندية، اللي هو دوري أبطال أفريقيا حاليا، عشان يبقى أول نادي عربي وأول نادي مصري يفوز ببطولة قارية. فنادي الاسماعيلي قدر يفوز بلقب كأس مصر مرتين، وقدر إنه يكسب بطولة الدوري المصري 3 مرات والوصيف 6 مرات. وكانت آخر بطولة للدوري قدر يحصل عليها برازيل مصري كان موسم 2001-2002، وكان ساعتها المدير الفني محسن صالح. فالجيل 2001-2002 كان بيضم العديد من النجوم. فلما تيجي تبص مين كان ساعتها بيلعب في الاسماعيلي، فهتلاقي عبد الحميد بسيوني وحمام ابراهيم ومحمد بركات ومحمد عبد الله ومحمد صلاح ابو جريشه ومحمد محسن ابو جريشه ومحمد حمص واسلام الشاطر واحمد فتحي وايمن رمضان وعماد النحاس وسيد معوض وعمرو فهيم ومحمد صبحي. وممكن كمان اكمل لك باقي النجوم، بس احنا عايزين يوم كامل. كل النجوم اللي قلت لك عليها دي تودينا لسؤال حلقتنا: هل الاسماعيلي عمود من الاعمده الرئيسيه الموجوده في الكره المصريه؟ فردي هو الاسماعيلي عمود رئيسي موجود في الكره المصريه. فالاسماعيلي كان هو اول نادي مصري يوصل لنهائي افريقيا، ومن ساعتها بدات الانديه المصريه توصل للنهائي وتكسب البطوله. ولما تيجي تبص على الجيل الذهبي للنادي الاهلي اللي قدروا يغزوا افريقيا، هتلاقي اغلبيتهم كانوا بيلعبوا في الاسماعيلي. فهتلاقي محمد بركات وسيد معوض واسلام الشاطر وعماد النحاس وعبد الله السعيد، وعندك حسني عبد ربه وانجازاته مع المنتخب، وجول حمص في كاس القارات قدام ايطاليا. في التنفيذ الكورنر في هذه اللحظات الأخيرة من زمن شوط الضغط الأول. كرة كرة الله 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 صوت راح. الله 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 يا قلبي، الله يا قلبي، الله يا قلبي، الله يا قلبي، الله 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 حمص. لو ساعتها قدرت تكسب ايطاليا اللي هي اصلا كانت بطلة كاس العالم 2006، معنى كلامي ان الاسماعيلي كان بيقدر يعمل لك نجم تقدر تستفيد منه الكرة المصرية، اللي كان ساعتها النادي مشهور بقوة الناشئين، غير حب النادي اللي بيجري في دم كل واحد بيشجعه. اللي هتلاقيهم في ظل التخبطات اللي بيمر بيها النادي هتلاقيهم واقفين ورا النادي ومعاه في كل مكان، على امل ان الاسماعيلي يرجع تاني على منصات البطولات. ودي كانت حكايتنا عن نادي من اهم الانديه في مصر. فما تنساش تقول لي رايك في الكومنت، وتعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.